لو عايز تشترك في نادي حلو من غير ما تجلي، وملاعب جميلة جدا وبيرفكت حاجة فعلا أصلي، وفود كورت تقعد تاكل فيه أكل مشوي أو مقلي، وبعدها تقعد في كافيه بفيو النافورة عشان تحلي، وتسيب أولادك في كيدز اريا مع مراجيح تسلي. كل الكلام ده في التجمع الخامس في النادي الأهلي. تعالوا نشوف كل حاجة مع بعض بالتفصيل. في البداية بس زي ما قال لكم طاهر البطريق كده بالظبط، دي قناتكم ريفيوهات الرحلات اللي بتهتم بريفيوهات الفنادق والرحلات وأماكن الخروج في مصر بكل مميزاتها وعيوبها. فلو مهتم بالكلام ده ما تنساش دوس سبسكرايب جنب طاهر البطريق اللي بيبص لك تحت ده، ويلا بينا نكمل الفيديو مع بعض. خلونا نبدأ أول حاجة بالنافورة اللي موجودة في نص النادي. في نافورة مساحتها كبيرة جدا موجودة في نص النادي، وحواليها كافيه بقى زي ما انتم شايفين كده. الناس بتحب تيجي تقعد هنا لأن الجو حلو هنا والدنيا مفتوحة، فبتبقى جميلة جدا خاصة في الصيف. وفي شاشة عرض قدامكم اهي اللي حابب بقى يتفرج على ماتشات أو يتفرج على التلفزيون. النادي بصفة عامة مساحته كبيرة جدا. هتلاقي كافيهات وكراسي افري وير، يعني طول ما انت ماشي بتلاقي كراسي وترابيزات. فالمساحة جميلة جدا وبتسع للأفراد كتيرة. وادي النافورة هي منظرها تحفة بصراحة. نيجي بقى للأكوا بارك اللي موجودة في النادي. هي دي الأكوا بارك اللي موجودة في النادي، فيها 4 زحاليق على حمام سباحة. وحمام السباحة ده للأسف هو ده حمام السباحة الموجود في المرحلة الأولى. المفروض المرحلة التانية هيتعمل فيها حمامات سباحة بس لسه ما اشتغلوش فيها. والاكوا بارك دي موجوده جنب الكيدز اريا بالظبط. ادي الكيدز اريا هي اللي هنشوفها مع بعض كمان شويه. مواعيد العمل بتاعتها من الساعه 5 لحد المغرب كده. بالنسبه للكيدز اريا بقى، الكيدز اريا هنا مساحتها حلوه وفيها العاب كتيره ومتنوعه بتناسب جميع الاعمار، يعني من اول سنه وانت طالع. ففي العاب كده مناسبه، ادي الحصانه مثلا هي مناسبه للاعمار الصغيره قوي. وفي بقى مراجيح كتيره برضو لكل الاعمار زي ما بقول لكم. بس هي عيبها الوحيد ان هي زحمه. يعني انا بصور كده يوم الخميس، فيوم الخميس والجمعه بتبقى ضرب نار زي ما انتم شايفين كده. رغم ان مساحتها كبيره قصدي، بس في برضو اطفال كتيره جدا. فالمفروض المساحه دي تتعدل شويه. في بقى اريا كبيره اللي بصورها لكم ديت، الاريا ديت موجوده جنب الملاعب بالظبط. ادي الملاعب اهي، الاريا يمينها بالظبط. الاريا دي بقى لو عايز تعمل فيها حفلات اعياد ميلاد اي مناسبه عايز تعملها بتعملها هنا. يعني الحجز موجود تحت، وفي شاشه عرض وفي كراسي وترابيزات زي ما انتم شايفين. وفي برضو شمسيات لو عايزين تعملوا المناسبات ديت بالنهار. فهي جميلة جدا والديكورات برضو موجودة تحت، يعني سواء بقى انت عايز تجيب الديكورات او عايز تجيبها من هنا مفيش اي مشكلة. وفي زنجر دوت اللي انا بزوم لكم عليه ده بقى جميع المسليات هتلاقيها هنا. عايز بقى تجيب ترمس، عايز تجيب فشار، عايز تجيب ايس كريم، كل المسليات هتلاقيها موجودة هنا. فبيبقى طعمه حلو قوي وجميل بصراحة. وفي شاشة عرض برضو موجودة زي شاشات العرض اللي موجودة بره اللي شفناها من شوية. تعالوا بقى نروح للمبنى الاجتماعي، والمبنى الاجتماعي موجود في نص النادي ويعتبر اكبر مبنى موجود في النادي هنا. هوريكم كل حاجة فيه بالتفصيل. وهوريكم برضو الفيو من التراس اللي بزوم لكم عليه، ده فيو جامد جدا بصراحة. اول حاجة في كافيه اوت دور اسمه مورانو كافيه، والقعدة بتاعته على هيئة مراجيح كده زي ما انتم شايفين. تاني حاجة بقى اول ما بتخش جوه بتلاقي فيه الفود كورت. والفود كورت طبعا هنا جميل جدا وفي اكل متنوع تطلب زي ما انت عايز. تالت حاجة بقى في الدور الأول صالونات كده منفصلة قاعد مع نفسك خالص، وبرضه في ترابيزات بينجو وبلياردو. تعالوا بقى نشوف التراس اللي موجود اللي أنا صورته لكم من تحت من شوية. التراس ده بقى هنا الفيو جميل جدا. ادي اول حاجة المسجد، طبعا مسجد كبير قوي زي ما انتم شايفين كده حلو قوي. وفي بقى الجزء اللي هناك ده اللي هي الكافيهات اللي موجودة. وبرضه الاكوا بارك اهي اللي بزوم لكم عليها، ووراها الكيدز اريا. طبعا زي ما انتم شايفين هنا انتم شايفين النادي كله، الفيو بصراحة تحفة من هنا، حاجة جميلة جدا. وادي بقى النافورة اللي موجودة اهي. النافورة طبعا مساحتها كبيرة قوي باينة اهي من فوق، كلها حواليها كافيهات. المساحة بتاعتها حلوة قوي. فبصراحة هنا راحة بال حلوة قوي، يعني عايز بقى تفصل عن الدوشة اللي تحت بتقعد فوق كده تنسى الدنيا كلها. وفي برضو الملاعب اهي، الملاعب اللي بزوم لكم عليها ديت زي ما انتم شايفين كده، الملاعب برضو كبيرة جدا ومساحتها كبيرة قوي. يعني النادي الاهلي طبعا غني عن التعريف في الملاعب يعني. فهي بس عيب القعدة هنا بقى ان هي فيها 5 6 كنبات كده، هي دي اللي تقدر تقعد فيها، ما فيهاش قعدات كتيرة يعني. بس هي روقان زي ما بقول لكم. تعالوا بقى ننزل نشوف الملاعب مع بعض. بالنسبة للملاعب بقى، انت بتتكلم في النادي الاهلي فهتلاقي ملاعب في كل الالعاب افري وير. طول ما انت ماشي هتلاقي ملاعب، عاملين جزء كبير جدا مخصصينه للملاعب. ادي ملاعب كرة القدم الخماسي هيت. زي ما انتم شايفين برضو في كل الملاعب هتلاقي تدريبات، مش هتلاقي ملعب فاضي. وفي برضو ملاعب بالحجز يعني. والنجيلة طبعا على ما يرام حاجة خيالية بيرفكت بصراحة. اللعب هنا متعة جميلة جدا.
زي ما انت شايف بقى كل اللي على شمالك دوت ملاعب كرة قدم، يعني هم طبعا مكترين قوي في ملاعب كرة القدم. وده ملعب اليد برضه اهو، بس هو فاضي ما فيهوش تمرين او حاجة. فملعب برضه اليد مهتمين قوي بنظافة الملاعب هنا، زي ما انت شايفين كده المنظر عامل ازاي. كنت طبعا نفسي اوريه لكم بالنهار بس ما لحقتش معلش. بطول بقى الطرقة اللي انت شايفها ديت ملاعب، يعني طول ما انت ماشي في الطرقة ملاعب على شمالك وعلى يمينك. وفي برضو ملعب سلة ورا جميل جدا، وادي ملعب التنس اهو 4 ملاعب برضو جنب بعض تنس حلوين قوي. ده بقى الملعب ال11 اللي هو الملعب الرئيسي. وزي ما انتم شايفين طبعا النجيلة عاملة ازاي، لسه النجيلة جديدة لانج بشوكها جميلة جدا. وفي تراك بقى حلو قوي برضو، مساحته حلوة للي حابب يجري حوالين الملعب. بس انا مش عارف بقى فريق كرة القدم الاول بيجي يتمرن هنا ولا لا، يعني برضو لو حد يعرف يكتب لنا في الكومنتات. وادي المدرجات حوالين الملعب حلوة قوي بصراحة. فبصفة عامة بقى النادي هنا مساحته حلوة قوي والمستوى الاجتماعي بتاعه جميل. وبرضه في ملاعب افري وير زي ما شفتوا. وكل ده في المرحلة الأولى، لسه المرحلة التانية ما اتعملتش. فلو عجبك بقى الفيديو ما تنساش دوس سبسكرايب على طائر البطريق اللي بيبص لك تحت ده عشان يوصل لك كل جديد، ولو في أي حاجة برضه شاركوني بيها في كومنتات.